السلام عليكم، تنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا الفيديو وانتم في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا طورطة اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، غادي تفرحوا بها ان شاء الله وليداتكم والعائلة ديالكم. وغادي تكون ان شاء الله بدون فرن وبدون طراب كهربائي وكذلك بدون جينواز. غادي تعجبكم بزاف من 4 ديال الطبقات وبابسط المكونات. غادي نحضروا طورطه اللي غادي نفرحوا بها وليداتنا وعائلتنا، وغادي تكون بواحد الكميه اللي تكفي الاسره ديالكم. غادي تكفي ان شاء الله حتى ل 8 ديال الاشخاص. غادي تشوفوا معايا الطريقه سهله جدا، مكونات دائما بسيطه، ونتفننوا شويه في الشكل على قدر المستطاع. وغادي نحضروا اشياء اللي غادي تعجبنا دائما. تنتمنى الا كنتوا تشاهدوا الفيديو لاول مره ضغطوا على زر اشتراك وبارطاجيو القناه ككل والوصفه اللي عجبتكم مع احبابكم للدعم وكذلك باش تعم الفائده. شكرا بزاف لكم، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك من باب التشجيع دائما. شكرا لكم، نخليكم على بركه الله مع الوصفه ديال اليوم. غادي نحتاجو على بركه الله 4 ديال البيضات، من الافضل يكونوا كبار. الا كان البيض هكذا صغير، شفتوا هذه اللي هازه في اليد اليسرى، هذا هو الحجم الصغير ديال البيض. الا كان عندكم عملوا 4 ديال البيضات. كان الحجم الكبير 3. 160 مليلتر ديال الحليب، 120 غرام اي مليلتر ديال زيت الطبخ او المائده، ما يعادل كاس الا ربع تقريبا. كاس الا ربع ديال سكر حبيبات اي 120 غرام. عندي 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 ديال الكيسان ديال العنبه الا نصف اي 2 كيسان ونصف. كل كاس غادي نعملو فيه 100 غرام. كل كاس بهذا القياس هذا فيه 100 غرام، وهذا 50 غرام، المجموع 250 غرام. فانيلا ونصف اي 10 غرام. 2 خميره ديال الحلويات اي المجموع 16 غرام او 15 غرام حسب المتوفر. 2 ساشيات ديال الكاكاو، ما يعادل 14 غرام اي 2 ملاعق كبيره. طريقه غادي نوضعوا البيض زائد قبصه ديال الملحه زائد الفانيلا والسكر، وغادي نطربوه مزيان بالطراب اليدوي. بالنسبه للاخوات بغاو وصفات بالطراب اليدوي، هذه وصفه غادي تعجبكم بزاف. غير طلعوا البيض شويه حتى يبيض الشكل ديالو او اللون ديالو، ما تخليوش هكذا كيف حطيناه واللون ديالو اصفر، ما غاديش تجيكم الكيكه خفيفه بهذا الشكل هذا. غير واحد 2 دقائق او 3. من بعد غادي نضيف زيت المائده شوي بشوي وانا تنخلط. من بعد غادي نضيف الحليب. الا توفر الطراب الكهربائي غادي نعملوه، ما توفرش غادي نطربو غير بالطراب اليدوي. بالنسبه للخلاط الكهربائي لا، من الافضل طربوه بالطراب اليدوي افضل او الكهربائي. غادي نضيف الدقيق اللي غادي نغربل دائما، تنكون مغربلاه من قبل وتنغربلو لما تنبغي نضيفو للكيك باش يكون لي الخليط دائما مهوي. ضفت الكاس الاول ديال الدقيق اي 100 غرام. دابا غادي نضيف 100 غرام الثانيه و50 غرام اللي في الكاس الثالث، المجموع عندي 250 غرام. وغادي نضيف الخميره ديال الحلويات حتى هي غادي نغربلها، والكاكاو المر ماشي الحلو، الكاكاو المر المجموع عندي هنا 14 غرام اي 2 ملاعق كبيره. نخلطو جيدا حتى يبان لنا الخليط ولا لامع، اي الدقيق تيدخل مع المكونات مزيان. صافي غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا. الخليط تيكون ما ثقيلش بزاف وما خفيفش ثاني بزاف. بالنسبه للطياب اي المقله، استعملت معاكم في الفيديو السابق ديال جينواز في المقله هذا النوع هذا، راه نفس النتيجه. دابا غادي نستعمل النوع الاخر اللي سولتوني بزاف عليه، الغير لاصق. دائما الا كانت عندكم مقله لاصقه فتدهنوها بالزبده وتغبروها بالدقيق. الا كانت هذا النوع هذا ما تحتاجوش تدهنوها، انا غير احتياط دهنتها، من بعد ما غاديش ندهن بالزبده نهائيا وغادي نطيب فيها مباشره. هذا الخليط غادي نقسموه على 4 ديال المرات، اي غادي نحصل على 4 ديال الدوائر ديال الكيك. عملت غير عيني ميزاني بحال هكذا، ما قسمتش الخليط في زليفات.
مباشره غادي نحطو فوق النار. سولتوني بزاف على هاد الحديده ديال الطياب، الا توفرات كان افضل، ما توفراتش ماشي مشكل، غير النار تكون مهيله باش ما تحرقش معكم الكيك. تنعرفوا الكيك اللي فيه الكاكاو دغيا تينشف ودغيا تيطيب، ما نخليوش يطيب بزاف لا يبس. تقريبا 5 ديال الدقائق حتى ل6 راه تيوجد. ودائما نغطيو المقله بالغطاء، اي غطاء عندكم، والبخار اللي تيطلع ضروري غادي نمسحو الماء باش ما يفزقش لنا الجينواز. مره غادي نمسحو الغطاء. من بعد مرور 5 ديال الدقائق تقريبا غادي نحرك هكذا مزيان بالسباتيل من التحت حتى تهز، وغادي نزولها طيب غير شويه من الوجه ديالها، وغادي نحطها. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيف زولتها من المقله. من بعد غادي نمسح المقله الا فيها هكذا بقايا ديال الكيك صافي، وغادي ندير الخليط مره اخرى في المقله. الا شفتوا الخليط نشف معكم بحال كيف طرا ليا دابا، اعملوا ملعقه كبيره حتى الملعقه ونصف ديال الحليب وخلطوه، لا مشكله. المهم ما تخليوش الخليط ثقيل، تنعرفوا الخليط ديال الشكلاط دغيا تيتقال الا خليناه. غادي نوضع واحد الكميه اخرى نفس الشيء، غادي نغطيها، ضروري نغطيها باش ما تكونش ناشفه وطيب وتنفخ بحال الشكل ديال الفران. 5 دقائق وغادي توجد، ودائما النار تكون مهيله راه تطيب دغيا. غادي ناخذ السباتيل وغادي نحركوها مزيان بهذا الشكل من التحت، غير تينشفوا الجوانب وتتبان لكم بحال هذا الشكل هذا. صافي راه طابت. خديت غير الكرتونه اللي بغيت نمونطي فيها الحلوه هي باش قلبتها. ممكن تعملوا اي غطاء عندكم ديال كاميله او طبسيل باش تسهلوا عليكم. ممكن نقلبوها غير بسباتيل لكن هكذا افضل. من بعد ما تنقلبوا الجينواز على الوجه ديالها، ما تنخليوهاش اكثر من نصف دقيقه او اقل، غير تتشمع صافي تنهزوها. صافي غادي نخليوهم ياخذوا درجه عاديه ديال المطبخ واحد 10 دقائق، ودخلتهم من بعد 20 دقيقه للثلاجه حتى بردوا. الوقت فاش حضرت الكريمه وزينتهم، ممكن تحضروهم بليله كامله او يوم كامل، غير ديروهم في بلاستيك غذائي بقاو طريين وحطوهم في الثلاجه. كيف يمكن تحطوهم في المجمد كذلك غادي يبقاو عندكم مثلا اسبوع. وزينوهم. شفتوا القياس ديالهم 21 سنتيم في كل دائره اللي حصلنا عليه، ولو ان المقله فيها 24 سنتيم لان تنطيبو غير في القاعده ديالها. بالنسبه للكريمه خديت 2 كيسان ديال الحليب، كل كاس فيه 150 مليلتر ديال الحليب البارد جدا، وخديت هاد لاموس وخديت البودره ديال الشونتيي. ما تنديرش الاشهار حتى منتوج، غير بغيت نوريكم اني استعملت منتوجين مختلفين، لاموس زائد البودره ديال الشونتيي. الوزن ديالها 100 غرام، وبالنسبه للاموس الوزن ديالو 125 غرام. الكل تيكون بارد وتنطربوه مده ديال 5 دقائق. ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي العادي او الطراب اليدوي كذلك، ممكن تستعملوا، غير طلعوه مزيان باش تحصلوا على واحد الكميه اللي تكون مزيانه. صافي غادي نحصلوا على كريمه اللي عاقده مزيان للحشو ونزينوا بها كيف بغينا. وممكن تستعملوا غير نوع واحد من هاد الكريمات، اي تعملوا 2 باكيات من نوع واحد، لكن الا مزجتوا بينهم غادي تحصلوا على مذاق زوين، وحتى اللون غادي يكون زوين في الكريمه حسب المتوفر دائما. غادي ناخذ منها القليل باش نزين، وغادي نحتفظ به في الثلاجه حتى نكمل المونتاج ديال الكيك او التورته. خذوا الراس اللي عجبكم ديال التزيين، وما غاديش نستعمل معكم الاطار في التزيين ديال التورته لانه ماشي ضروري. خديت ورق هذا الورق المقوى ديال الحلويات اللي تيعمل 2 دراهم حتى 3 ديال الدراهم بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو يعرفوا الاثمنه. وحتى الدائره الاولى ديال الجينواز حضرت سيرو بالفانيلا، فيه كاس ديال العنبه ديال الماء ونصف كاس ديال السكر وفانيلا او نصف فانيلا. خليوهم يغلوا مده 5 دقائق، النار تكون مهيله، وسقيو بهم الطورته ديالكم. كذلك ممكن ديروا كاس ديال الماء فيه ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. الماء غادي تكونوا غليتوه وملي تعملوا فيه القهوه غادي تخليوه حتى يدفع، عاد تسقيو به الكيك اللي غادي يكون بارد. وملاحظه هاد المقادير ديال السيرو اللي عطيتكم فما غاديش تستعملوه كامل، غادي يبقى لكم شويه، احتفظوا به في الثلاجه حتى تسقيو به كيك اخر. تنحتفظ به تقريبا 3 ايام في الثلاجه. دابا غادي نبداو نيطاليو الكريمه او نحطوها بهذا الشكل هذا، نسرحوها
ونحطوا الدوائر ديالنا. هذه الدائره بوحدها اللي تقسمت ليا من هذا الجانب لاني ما حطيتهاش بشويه، حطيتها بالجهد. هذا الكيك ماشي ساهل يتقسم معكم، غير حطوه غير بشويه تيبرد. غادي نسقي دائما بالسيرو، وغادي نحط واحد الطبقه ديال الكريمه ثانيه، ومن بعد طبقه ديال الكريمه ثالثه. خليكم مع الفيديو. هنا حطيت ورق الطهي في الجوانب هكذا، قطعته بهذا الشكل باش ما يتوسخش ليا هذا الورق اللي حطيت فوق الحلوه، ويسهل عليا المونتاج ديال الطورطه بشكل مرتب. دائما تنوضع واحد الطبقه ديال الكريمه اللي مزيانه، وتنسرحها مزيان، وتنحط الدائره اللي بانت ليا مزيانه في هاد الكيكات اللي طيبت هي اللي غادي نحط في الوجه، تتكون مستويه مزيان، كلهم مزيانين. غير غادي نختار الدائره اللي غادي تكون زوينه في التزيين في الاخير. سقيتها من الوجه ديالها وحطيتها على الظهر ديالها. دائما تنحطوا الظهر ديال الكيك في الوجه ديال الطورطه، هو اللي تيكون مستوي اكثر وتيساعدنا في التزيين. ووضعت الكميه الاخيره والمتبقيه من الكريمه، وغادي نطاليها مزيان، او غادي نسرحها على الوجه ديال الطورطه وعلى الجوانب كيف تتشوفوا معايا. خليكم دائما مع الفيديو. صافي حتى تبان لينا الطورطه الشكل ديالها رجع مرتب. من بعد غادي نزول هذا الورق ديال الطهي اللي ساعدني ما تروجش ليا المكان ديال العمل فاش كنت خدامه. خديت هذا المشط المسنن، خذوا غير فرشيطه الا ما توفرتوش عليه، وغادي نعملوا هذا التزيين في الجوانب. الا بغيتوا تزينوا كيف زينت انا، بغيتوا تزينوا بالتزيين اللي عجبكم، تبقى لكم دائما الاختيار. ممكن تعملوا في الجانب ديال الطورطه او في الجوانب اللوز ايفيلي محمر، او اللوز كونكاسي، او الكاوكاو مهرمش، او الشعريه ديال الشوكولات اللي هي الفيرميسيل اللي عجبكم. بالنسبه للكريمه اللي كنت احتفظت بها في الجيب حلواني، زينت بها على هذا الشكل هذا. خذوا الراس اللي تعجبكم في التزيين وديروا الشكل اللي يعجبكم. هاد الكميه ديال الكريمه اللي عطيتكم في الوصفه راه غادي تشيط لكم، غادي تزين لكم الطورطه كاملها، وممكن حتى تشيط. الا بغيتو تعوضوها بالكريمه السائله اي القشده الطريه وطلوها على شكل شونتيي، غادي تحتاجوا ل 500 مليلتر، اي نصف لتر ديال الكريمه السائله غادي تكفيكم وغادي تشيط كذلك. من بعد ممكن تخليو الوسط ديال الطورطه بدون تزيين وتعملوا فيه كلاصاج ديال الشوكولاته. غادي ترجعوا للوصفات السابقه وحضروا اي كلاصاج عجبكم، دائما في المتناول. بغيتوا تكملوا التزيين بحالي فعملت وريضات. من بعد خديت كلاصاج اللي ساهل، خديت 80 غرام ديال الشكلاط اللي غادي ندوب في حمام مائي، وغادي نضيف ليه 2 ملاعق كبيره ديال ديسير ديال الشكلاط، اي دانيت شكلاط. تنستعمل في العاده ياغورت طبيعي، غادي ناخذ منه 2 ملاعق كبيره، لكن ما توفرش عندي، لا توفر عملوه افضل، ما توفرش عملوا هذا النوع نيت. نخلطوه مزيان مع الشكلاط. الا تكتل تاني معنا غادي نرجعو فوق حمام مائي حتى يطلق مزيان. هاد الملعقه احتفظت بها من دانيت شكلاط باش نزين بها في الاخير. بالنسبه ليا انا ما خصنيش ندير الوريضات او هاد التزيين هذا الفوق حتى ندير الكلاصاج. ملي سبق ودرتهم فما كانش عليا الا نحرك هاد الكلاصاج باش نوزعو، وما خصنيش نحركو لاننا خصنا نديروه ونخليوه يجمد وغادي يبقى لامع. المهم نتوما ما ديروش الغلط اللي درت انا غير بالزربه. درت هاد الغلط هذا ولو انه ماشي غلط كبير. من بعد غطيت هاد الكلاصاج اللي ما جانيش لامع بزاف، هو بنين بنين بزاف في المذاق لكن ما لامعش، غطيته باللوز شرائح اللي حمرت في الفران. كيف تنعرفوا اللوز
تيجي رائع في المذاق في لي طارت أو في الطورطات. خديت الملعقة اللي احتفظت بها من ياغور عفوا من دانية شوكولات، هي باش زينت على شكل خطوط، تتبقى واضحة في التزيين. ولو تبقى معكم حتى ل3 أيام في الثلاجة. ما نقولكمش المذاق تيجي زوين بزاف، ولو اننا ما استعملناش جينواز لكن استعملنا كيك بمقادير اللي مضبوطه. تنتمنى تجربوا هذا الكيك وتحترموا المقادير والطريقه بالتفصيل. غادي تحصلوا على كيك اللي غادي يكفي حتى ل8 اشخاص. تيجي لذيذ بزاف، تنتمنى تجربوه تفرحوا وليداتكم عائلتكم. ما تبخلوش عليا دائما باللايكات من باب التشجيع فقط، وشاركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة تزوروها. فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسلام عليكم.